الأميرة فتحية عارضت الملك فاروق وتزوجت من المسيحي الأميرة المدللة فتحية أخت الملك فاروق وابنة الملك فؤاد والملكة نازلي. الأميرة المدللة شاركت حب زوجها مع والدتها. استقبلت العيلة المالكة المصرية ابنتها فتحية سنة 1930، وهي الابنة الصغرى للملك فؤاد الأول والملكة نازلي. كانت مدللة أبيها، كان يناديها إيتاي، ولكن الأميرة المدللة تسببت في أكبر إحراج لعائلتها. ويلا نقول الحكاية. سافرت الملكة نازلي وابنتيها فتحية وفائقة إلى أوروبا. تعرفت الملكة وبناتها على رياض غالي، موظف مغمور في السفارة المصرية بمارسيليا، من الملكة وبناتها في وقت وجيز، وصار يلازمهم في كل تنقلاتهم، حتى أشيعت أنباء عن علاقة غرامية بين الملكة نازلي ورياض غالي. مهدت هذه العلاقة أمامه للتقرب من الأميرة فتحية التي أحبته ورأت فيه فتى أحلامها. فتنازلت وقتها الملكة نازلي عن حبها من أجل ابنتها، ورفض الملك فاروق الأمر بعد ما سببت له إحراج في الأوساط المصرية. ولكن الأميرة فتحية تحدت الملك فاروق شقيقها وتركت الإسلام واعتنقت المسيحية، ثم تزوجت من رياض غالي. تزوجوا في سان فرانسيسكو سنة 1950. فمجرد علم الملك فاروق جرد أمه وأخته فتحية من الألقاب الملكية، وتزوجت الزيجة ب3 أبناء من الأميرة والأفندي رياض غالي. وحفلت هذه الزيجة بمكاسب مالية كبيرة اختلسها رياض غالي من الملكة وابنتها الأميرة، وخسرها لاحقا في استثمارات فاشلة. استنزفت هذه الاستثمارات أموال الملكة وابنتها الأميرة، ووصلت إلى إعلان الملكة نازلي إفلاسها بعد تراكم الديون عليها سنة 1974. وانتقلت هي وابنتها من الحياة الفارهة في فيرلي هيلز إلى الحياة أقل ترفيها أو طرفا في سانت مونيكو، لينتهي المطاف بالأميرة في شقة متواضعة بهوليود. وهذه الظروف المالية الصعبة جعلت الأميرة فتحية تهجر جوزها وطلبت منه الطلاق. وفي سنة 1976 أقبل غالي على التخلص منها، ثم حاول التخلص من نفسه ولكنه نجا بأعجوبة، ودخل رياض غالي السجن، حيث قضى فيهم 3 أعوام يعاني من الشلل والعمى قبل أن يفارق الحياة. ودي كانت نهاية الأميرة فتحية بنت الملك فؤاد أخت الملك فاروق، التي أحرجت عيلتها بالكامل لهذه الزيجة وخرجت عن الإسلام.